والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير كلكم وصحة وسعادة يا رب العالمين. مساء السكر، مساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة عليكم. أهم حاجة في الفيديو دوت تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطولي اللايك بتاعي منكم فضلا وليس أمرا. طبعا في الفيديو دوت أنا مش مجمعة كلمتين على بعض، فاستحملوني بقى كده عشان حاسه ان جايه معايا بان مخنفه خالص ودماغي وجعاني والدنيا بايظه، فاستحملوني كده في الفيديو دوت عشان فضلت اقول لكم خلي بالكم من نفسكم من البرد لحد ما انا اللي جالي برد. بصوا بقى في الفيديو دوت يعني هو روتين مشكل كده للناس اللي كانت طالبه اللي انا انوع لهم في الروتينات. طبعا في شويه هدوم كده بره على الحبل هلمهم وهنشر هدوم تانية، وهننزل بقى كده على السلم بقى والمطبخ بقى والريسبشن، ومش هنخلي اي حاجة ان شاء الله، وهنروق الدنيا كلها. صلوا على النبي كده يا جماعة، واوعوا تنسونا كده بقى في اللايك. هننزل شوية الهدوم دول، وطبعا هننزل بقى كده على السلم، يعني واحنا طالعين كده هننزل بالسلم على طول، هنكنس بقى وهنمسح وهنروق الدنيا، وبعد كده ندخل بقى على الريسبشن. كان في بقى طبعا شوية حاجات وكده قعدة بالليل وكده، فهنشيلهم بقى كده ونكنس وهنروق الدنيا، وهندخل على المطبخ. كان في برضو البوتاجاز، وكان في مواعيتين كده وكده، يعني هنضفهم برضو، ويكون كده خلصنا الفيديو. لان بصراحة هو من البلكونة للسلم للريسبشن للمطبخ، يعني 4 حاجات اهم. هنا طبعا يعتبر اصلا خلصت الهدوم اللي انا هنشرها وكده، والدنيا تبقى معايا تمام، وهنزل بقى كده بالسلم هكنس وهمسح على طول. المفروض كان يبقى فيه غسيل سجاد، كنت اغسل بقى السجاد وكده، بس المشكلة بقى ان اليومين اللي فاتوا دول كان الجو كان وحش فيهم، فماما بقى هي اللي غسلتهم. بالرغم ان انتوا كنتوا قايلين اللي انتي يعني ما تخلاش تعمل حاجات زي دي وكده، لان هي ست كبيرة، بس يعني بيبقى الواحد غصب عنه. يعني انا امبارح واوله كنت يعني فصلانه، يعني انتوا لو اخدتوا بالكوا اصلا ان انا ما نزلتش حاجه امبارح، فبيبقى الواحد برضو غصب عنه. لكن لو هو قادر ان هو يعمل حاجه وقادر ان هو يشتغل وكده، فمش هيخليها تعمل حاجه ولا هتقوم من مكانها، بس يعني ايد على ايد وكده. هنا بقى جيت على السلم هكنس بقى كده الصدف اللي فوق والصدف اللي تحت. طبعا انتوا عارفين ان الحتة دي بتضايق، يبقى في كده عنكبوت بقى، والعنكبوت ده بيجيب الفقر اصلا. هننضف بقى كده الدنيا، يعني هي حاجة سهلة على طول، يعني بالمقشة كده وانت بتكنسي، عشان ما يبقاش فيه حاجات من دي ولا كده ولا عفارة، فهتروح معاكي على طول. معادش بقى غير الصدفة ديت برضو هننضفها كده على السريع، وهنجيب بقى كده الشرشوبة والجردل وهنمسح بقى كده ونروق الدنيا. كنت بقول صلوا على النبي يا جماعة كده في قلبكم. كنت بقول لكم ان هي يعني مبخلاش تعمل حاجات وكده. انما بقى كانت في واحدة بتقولي كل ما افتكر ان انا اقول فبنسى. كانت بتقولي هو انتي بتجيبي الهدوم دي كلها منين؟ هو انا لو ابويا فاتح مصنع هدوم مش هلبس الهدوم دي كلها. احب اقولك بس ملحوظة كده على الماشي، ان انا يعني لو الهدوم اي هدوم، يعني ممكن البس هدوم اخويا امي ابويا. على فكرة التيشيرت ده بتاع اخويا كمان، يعني مش ابويا فاتح مصنع ولا حاجة، بس الهدوم اللي بلاها قدامي وعجباني بلبسها وعادي مفيش مشكلة يعني.
والتيشيرت اللي كان قبل كده في الفيديو الاخير كان بتاع اخوي، واللي قبله اللي هو الاديداس دوت. يعني بسم الله ما شاء الله يعني مستوليه على الهدوم بتاعته. فعادي يعني الهدوم اللي بلاقيها قدامي ومناسبة ليا وعجباني فبلبسها، يعني من غير ما حد يقول ما بستأذنش انا في حكاية الهدوم دي. فالموضوع عادي يعني، مش ابويا فاتح مصنع ولا حاجة. انا لو ابويا فاتح مصنع مش هلبس فعلا الهدوم دي كلها، بس يعني عادي. انا من النوع اللي هو بحب الهدوم زيادة عن اللزوم، يعني مش عارفة اقولكم ازاي، بس لو انا بحب الهدوم وستايل الهدوم والحاجات دي كلها. هنا بقى طبعا كنت كنست وجبت بقى الشرشوبة بقى والجردل وعملت من فوق لتحت وسيقتهم كده ونضفت الدنيا، ودخلت بقى هنا كده على الريسبشن. طبعا زي ما انتوا شايفين كان في بقى قشر برتقان، وكان في اطباق، وكان في بقى كوباية شاي وقهوة، وكان بقى في شوية حاجات كده هنلمهم وهننضف الدنيا. وهندخل بقى كده ايه على المطبخ، لان طبعا الاطباق والحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها هتطلع في المطبخ، فهنغسل بقى كده نروق الدنيا. وبعد ما هقفل معاكم كده الفيديو هروح اعمل الغدا. يعني انتوا واخدين بالكم ان انا من الصبح ما قعدتش يعني من فوق لتحت وعملت الغدا، والوقت فصلانه يعني مش مجمعه كلمتين على بعض. كويس ان انا بعرف اتكلم معاكم كده ايه كده. هنا بقى كده كنت دخلت المطبخ هنروق كده الدنيا. هو مفيش مواعين لان ما كنت سايبه مواعين اصلا، ومفيش اي حاجه، بس الحاجات طبعا اللي انا جبتها من الريسبشن هي اللي عايزه تتغسل وكده. ما برضو هي نظيفه على فكره لان اطباق وكده والحاجات دي، فيعني هغسلهم وندخل بقى كده على البوتاجاز. البوتاجاز طبعا عشان امبارح كنا طابخين فراخ وماما كانت محمراها بقى، وماما بقى من النوع اللي هي يعني ما بتتوصلش في البوتاجاز وانتوا عارفين في اي حاجه يعني عامه. فاللي هو ايه طرطش الزيت بقى وحاجات من دي، فهغسله كده عشان ما يلزقش ولا يحصل له كده ولا كده. طبعا زي ما انا كنت قايله لكم في كام فيديو فاتوا اللي هو ما بنوصلش ميه للبوتاجاز ذات نفسه. احنا عايزين بس الصاجة اللي هي بيبقى فيها مثلا طرطش زيت ولا حاجات من دي اللي هتتغسل بس. لان قبل كده يعني بصوا كبيت ميه ولغوصت الدنيا، بس الكلام ده كان من زمان يعني، والكلام ده وبوظت البوتاجاز. هي بس كده حتة على الماشي وبس، يعني ايه الصاجة بس كده على خفيف. هنا بقى كنت غسلتها وبطوق بقى كده عشان احط اللي هو الحديد بتاعها دوت. ويعتبر كده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يعجبكم، ولو عجبكم اوعوا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك في القناة، واستنوا مني فيديو جديد من يوم جديد، والسلام عليكم.